بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيثمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس 21 من دروس شرح متن ابن عاشر رحمه الله. نبض البيت رقم 144. عندنا فجر رغيبة وتقضى للزوال والفرض يقضى أبدا وبالتوال. بيت واحد: خير الكلام ما قل ودل. أذكر سادتي الأفاضل بأن المتون هي مختصرات مبانيها قليلة، معانيها كثيرة وعميقة. المتون عندها خصائص، من خصائصها شو طبول اتصل معنا استقبالي تقارن بثلوفة على كل حال. نيك هو الماء والزيل يفرى مغزيف أديني كرا. ماء والزيل يفرى مغزيف أديني كرا. يعفو إذعان، يعفو يحضر، يعفو الجميع. فجر، الفجر هي الرغيبة، تسمى في الفقه المالكي بالرغيبة، وهناك من وقيل أنها سنة. لماذا سميت بالرغيبة؟ نقول رغيبة الفجر. طيب احنا كي نصليو الصباح كيفاش نميزوا بين ركعتين؟ لولا نقول الفجر زوج هذوك نقول له الصبح صلاة الفجر صلاة الصبح. هي صلاة الصبح هي صلاة الفجر، وصلاة الفجر هي صلاة الفجر. في الفقه المالكي المشهور أنها رغيبة. لماذا سميت بالرغيبة؟ على رغب فيهما، يعني في ركعتين النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يعني صلاهما ورغب فيهما عليه الصلاة والسلام. يتزلى الفجر يرنا يفكر الأحاديث يفير ديالنا فضلت الفجر الساعة غزال الساعة الفضل ذا قرآن فجر. هذه الرغيبة إذن لابد أن نحافظ عليها، صلاة الفجر. وطبعا كما تعلمون تصلى هذه الصلاة، صلاة الفجر، قبل صلاة الصبح. متى؟ بعد طلوع الفجر وقبل صلاة الصبح، يعني قبل الفريضة. طيب في أحكام كثيرة، يعني أحاول أن نركز على أهم هذه الأحكام. حكمها قلنا هي رغيبة، وقيل أنها سنة عند الإمام أشهب وهو من المالكية، قال بأنها سنة. ولكن المشهور في الفقه المالكي وعند الإمام مالك إمام دار الهجرة عالم المدينة سميت بالرغيبة. وقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام ما فعلها جماعة. صلاة الصبح جماعة، صلاة الفجر كل واحد يصلي وحده. فصلاة الفجر كل يصلي خميس ركعتين غادي يصلي الجامعة. أثاه بعد الانتهاء تفاصيل ما إلا يزول ركعتين الفجر في الجاد وخا من بعد يبضد مازال يخدم الشيخ الإقامة أمشي يخدم تفاصيل قد نهضر فاست بعد إن شاء الله أدخل أهم الأحكام. إذن سادتي ثبت في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد منه تعاهدا على ركعتي الفجر. يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعهد هاتين الركعتين يتزلثت الفجر الفذاي تزلثت. والحديث يقوم السلام خرجه الإمام البخاري رقم الحديث في الصحيح 1169، وكذلك الإمام مسلم في صحيحه في رقم الحديث في رقم 724. الصحابة عليهم الرضوان ثبت أنهم واظبوا على ركعتي الفجر، وهذه المواظبة انتقلت إلى عهدنا
ألسان قال تظل الفجر تظل الفجر ثوعر خاصة ذي الشتوى أماكن ذوك نبذو أهات النوقة دي تسوين ذوك نبذو ثوعر أكثر خاطر بالك السخانة بالك هذه في الوحدة الصباح إلا قد يكرف 3 و4 الصباح ولكن فضلها كبير. ثبت أن الصحابة عليهم رضوان قد واظبوا على ركعتي الفجر، يعني أغفلنا لها في ظل الفجر اللي هي رغيبة أو السنة كما قلنا. فضلها إن النبي عليه الصلاة والسلام ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. جاب لي ربي اكتفي بهذا الحديث، يعني وين يحرزن يحفظن في ظل الفجر أنا خير من الدنيا وما فيها. ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. الحديث خرجه الإمام مسلم في صحيحه، الحديث رقم 725. خرجه الإمام الترمذي في سننه رقم الحديث 416. خرجه الإمام النسائي رقم الحديث 1759. خرجه الإمام ابن ماجه في سننه رقم الحديث 1141. في أحاديث كثيرة. أداؤها متى تؤدى؟ تؤدى بعد طلوع الفجر الصادق. نفتح قوس، بعض الناس يقول كان يخدم في الجزائر والكار ولا الماشينة تفوتني، هل يجوز الشيخ باش نصليها في الدار قبل الفجر؟ قبل مازال 4 ساعات باش يذن الفجر، أنا باش ما تفوتني الفجر ما تفوتني الماشينة نصليها قبل. ما ينفع يتوضا وبعدين كاين حلول كيفاش يصليها. هذه في تقديرات، اذا كان يوصل قبل يعني شروق الشمس يصليها فيجوز. اذا كان محروس بقات غير قصر ركعتين يصلي الفريضه وما يصليش الفجر اللي هي الرغيبه ياخرها الى ما بعد طلوع الشمس، يعني في تفاصيل سياتي البيان ان شاء الله. نحاول في حدود الوقت المتاح نركز على اهم المسائل. حديث حفصة قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سكت المؤذن من الأذان لصلاة الصبح وبدا الصبح ركع ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة. علاش قال خفيفتين؟ يعني هذا الحديث يبين صفة الركعتين. في حديث عائشة أيضا قال خفيفتان، يعني ركعتين خفيفتان. لماذا؟ حتى تقول لك يعني ربما وقال ما قرأ فقط بأم الكتاب، يعني الميث في الظن باللي يغرد كان سورة الفاتحة فقط بلا يعني السورة النظام. مادام ركعتان خفيفتان إذن الثابت معنى صلاة يعني صلاة الفاتحة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، زائد سورتين قصيرتين في الركعة الأولى سورة مثلا قل يا أيها الكافرون، في الركعة الثانية بعد الفاتحة سورة الإخلاص قل هو الله أحد. وفي رواية أخرى للإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أضاء له الفجر صلى ركعتين. أيضا هذا الحديث حديث متفق عليه. كي نقول متفق عليه معناه خرجه الإمامان البخاري ومسلم. رقم الحديث عند البخاري 618 ورقمه عند عند مسلم في صحيحه 723. قضاؤها هل تقضى؟ نعم. اللي ما صلاش الفجر يقضيها ولكن إلى الزوال، يعني بعد طلوع الشمس، يعني قدر ربع كما يقول العلماء، يعني حوالي 15 إلى 20 دقيقة باش واحد يطمئن، يعني وقت حل النافلة يقضي الفجر نتاعو عادي إلى الزوال. صافي صلاة الفجر تقضى، ولكن إذا كان واحد بعد الظهر وصل الزوال خلاص ما يقضي صلاة الفجر، ولا اللي يقضي مثلا السنوات اللي فاتوا ولا الأعوام الشهور اللي فاتوا الفوائت، يعني يقضي المفروضات المكتوبات ولكن لا يقضي صلاة الفجر. ولكن منحة
من الشرع الحكيم تقضى صلاة الفجر، يعني من بعد طلوع الشمس تقريبا 4 ساعة 15 دقيقة إلى غاية 20 دقيقة إلى غاية الزوال. هذه المدة واحد يقضي صلاة الفجر عادي، وطبعا تقضى كما تقضى الفرض. ولكن العلماء ماذا قالوا؟ قالوا إذا كان واحد ما صلاش أصلا، نضع 8 تاع الصباح، ما صلى الفجر ما صلى الصبح، المشهور عند المالكية يصلي الصبح أولا، يقضي الصبح ثم يقضي الفجر، وإذا أخطأ لا حرج عادي، يصلي الرغيب وبعدين يقضي الرغيب وبعدين يقضي صلاة الصبح اللي هي الفريضة. ما لا يوني كردا في 8 تاع الصباح وريزول لا الفجر ولا صلاة الصباح الفريضة مش راه يخدم. إناس كرد في 8 أروح تاخذ الوضوء قضوا صلاة الصباح الفريضة من بعد رنو غرم نقضوا صلاة الفجر اللي هي الرغيبة. إما تصوت الزوار ذيك أنا كنت ولف فضات زلط عادي ساعة وذرة تصلي فيك تجوز. أتجاوز يعني بعض التفاصيل المتعلقة بصلاة الفجر. هو وقت القضاء قلنا عند حل النافلة إلى آخره، في مسائل كثيرة جدا، ولكن مادام ما لا يدرك كله لا يترك جله. النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الذي خرجه الإمام الترمذي وغيره، قال: من لم يصلي ركعتي الفجر، باش يعني يعطينا النبي عليه الصلاة والسلام الحل والجواب: من لم يصلي ركعتي الفجر فليصليهما بعدما تطلع الشمس، يعني كتشرق الشمس. قبل طلوع الشمس مكروه، وعند طلوع الشمس حرام. إذا كان الإنسان لابد أن يتحقق، والآن الأمر بسيط، مادام على بالنا رزنا ما الأوقات إلى آخره معلومة، ولكن الإنسان يتحرى ويجتهد. طيب، فرضا واحد دخل الجامع في باله باش يصلي الفجر هنا، اسمع المؤذن يقيم الصلاة الصبح، ما يصلي صلاة الفجر، ما يقولش أنا يعلى بالي باللي الشيخ يطول في القراءة نروح نجيب ركعتين هذوك نتاعي رابيد سريعة ونلحق الإمام. لا، لحديث النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. في تفصيل آخر أيضا مهم: إذا كان الإنسان صلى الرغيبة في الدار ركعتين في الدار، وصل الجامع ما زال الشيخ ما قامش الصلاة، هل يصلي تحية المسجد؟ لا، ولكن عند بعض العلماء إن صلاها فلا حرج. حنقول لا، دائما نحرص على التوحيد إن استطعنا، أو تكثير السواد على الأقل، باش يكون نوع من التقارب بين الناس. بين قوسين كما قلنا صلاة النافلة بعد صلاة العصر الذي عرفنا في الجزائر، في كل ما نقول لكم هذا الكلام للتركيز، قاطبة 48 ولاية ما كاينش اللي يصلي تحية المسجد بعد العصر كاع. وصل العصر ما تصليش النافلة، خطر تحية المسجد هي نافلة، ما تصليها إلى غاية المغرب، إلى غاية حل النافلة. هذا هو اللي معروف، هكذا كنا. ولكن روح يا زمان جاي يا زمان، ولو نشوفوا ناس تصلي نقولوا عند بعض العلماء يجوز، لا ننكر ما كان ثابتا، ولكن الفتية باش نوحدوا الناس نقربوا الناس نمشيوا لهذه المرجعية باش ما تضيعش، قل ما تصليش وجيبوا هكذا.
والشيخ يجيب هكذا، والشيخ يجيب هكذا، والشيخ يجيب هكذا، والشيخ يجيب هكذا. نعم، باش نأطروا شويه هذا المجتمع. مش واحد كيقرا في الكتاب هكذا يعني بالنسبه لي حكم السبع من وذنيه، يقول لك هي قال النبي صلى الله عليه وسلم الامر. هي نقول كاين الامر وكاين النهي، من بعد تدخل في واحد في مسائل اصوليه تحتاج الى ادوات باش تخدم. الا ما عندكش الادوات كيفاش تخدم؟ اذا تعارض الامر مع النهي ماذا تعمل؟ الاولى هو النهي، اعتبار النهي عند التعارض، عند التعارض. وكاين أدلة أخرى لا يتسع المقام للتفصيل فيها. إذن داعي الناس، خلي الناس ترونكيل، خليهم. إذن فلا يصلي، وإن صلى لا ننكر عليه، ما نقولوش ما نديروش عليه قيرة وكذا. يعني حال المسلمين شوفوش كيفاش نقتربوا، كيفاش أنسوالي لقال ولا مشمم أن مقارب ستمسنيس القدر استجمات بهذه الأمور. طيب إذا كان واحد ناظر على باله مثلا الشروق على 5:30 مثلا، ناظر 5:15 قسمة توضا، بقى له قسم يصلي ركعتين، ما يصلي الفجر، يروح يصلي الفريضة، يصلي الفريضة والفجر واش يدير بها؟ يقضيها بعد طلوع الشمس. هاي فرات، ما يقولش انا نصلي كيما باروردر، كيما جاو بالترتيب، نصلي الرغيبه، تصلي الرغيبه ويشرق الشمس، ما ينفع هكذا. خاطر الوقت المتبقي هو الذي يكفي لاداء الفريضه. فالفريضه مقدمه على الرغيبه، مقدمه على السنه. طيب اذا كان واحد مثلا، اسمحوا لي، حتى ما صلاش الوتر مثلا يصليها، ولكن اذا كان بقى الوقت ل5 ركعات يصلي الوتر ويزيد ركعتين رغيبه ويزيد ركعتين تاع الصبح. اذا كان بقى الزمن غير 4 ركعات يصلي الرغيبه ويصلي الصبح. اذا كان بقى الوقت غير ركعتين ما يصلي الوتر، ما يصلي ركعتين رغيبه الفجر، يروح مباشره يصلي صلاه الصبح اللي هي الفريضة. الآن واش يقول الناظم؟ يقول فجر، وبعدين قال رغيبة، قال فجر، وبعدين أعطى الوصف المشهور عند المالكية، عند الإمام مالك وغيره، قال رغيبة هكذا تسمى وتقضى للزوال، معناه يمكن القضاء كما شرحنا. وبعدين والفرض يقضى أبدا وبالتوال. شوف دابا هذه المقارنة، أما الفرض يقضى، اللي ما صلاش منذ 40 سنة وصل سن التكليف وما صلاش، ذمته مشغولة بالصلاة لأنه كان مسلما، والمسلم تجري عليه أحكام الإسلام. فراوال ما يليون نوري الزولارة غالمي يصوض 20 سنة، نغي يصوض 18، نغي يصوض 30، نغي 40، ثوران ساعة ميم 60. يعني 60 هذه بتظلي ميدي ولا روتراتي ما نكستوفا أمشي راه يخدم أستينض توالص إلا قد تغرمض تظلي فيه. هي اللي مدينا والفرض يقضى أبدا وبالتوال، يقضى ذمته مشغولة. ولكن كيف يقضي؟ أمشي راه غمتظلي طاس إن السهلة مهلة، زمرات زلط كل تظلي بواسا يحضرن زلاس تظلي ثيفاثن زولد الصبح الفريضة أرنو ركعتين تينا عدان، زولد الطهور يحضرن بواسا أرنو يستهورني عدان، العصر بواسا العصر نعدان، المغرب بواسا المغرب نعدان، العشاء بواسا العشاء نعدان. صافي مكولاس تغرمضي ونواس سهل فسوست لا ميثود كين تلهانا خاطر فسوست الزمري، ولكن كيني خاطي ماشي هكذا. انا حبيت اخويا كي نوض نصلي نهار كامل نهاري ناس يجوز. الان واحد ينوض لهيه يبدا يصلي درك الصبح
الظهر العصر المغرب العشاء، وتقضى كما هي. صلاة الصبح جهرية جهرية، صلاة الظهر سرية سرية، العصر سرية، المغرب جهرية، العشاء سرية. طبعا الكعتين الأولين. هذا يغرم يونس عنده حوالي 20 دقيقة ولا 4 ساعة يغرم يونس. ولا من يزمر أسير نو يونس نغ عادي، يقول لك غير اليوم قضيت يومين ولا 3 أيام عادي، طريقة جايزة. وماشي كي يبدا القضاء مع لازم يوميا يقضي، لا هو انت راك تقضي كاش نهار عندك ضيوف لهنا مشغول، عندك سفر، عندك ما تقضي، دير برك النية، اعقد النية، ابري من النية. إما إلا يبدا يغرم فوز ليثيس من بعد يونس مشغول يسعى نفقاوان غدا مسافر نغا شوي ساعة خاطي وري غرم هذه الزر كانت تزورني بسني ذاك. والله مش سست الإسلام لا وما جعل عليكم في الدين من حرج. سورة الحج الآية 78 صافي فسوس. إذا كان واحد مات ومازال ما قضاش ربي غفور رحيم. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. يخدم النية باللي هذه غرم في الظل ناس، هذه غرم 10 سنين 20 سنة شحال سوالاس، ولا ما يموت قبل هذه غرم أكثر ظليتيس ربي ذي الغفور ذي الرحيم. نفتح قوس. ممكن واحد آخر تقول له أنا بديت صلاة 50 سنة، يقول لك ما تقضي الصلوات، ما تقضي الصلوات، مع احترامنا لهذا الرأي، ولكنه رأي ماهوش قوي لأنه خالف النقل وخالف العقل، والوقت أيضا لا يسمح للتفصيل. هذا رأي الحنابلة، يقول هم يعتقدوا، طبعا رأي قوي في الحنابلة، هناك رأي في الحنابلة يقول بخلاف ذلك، يقول لك هذاك اللي ما يصليش في حكم الكافر معناتها سي لوجيك سي نورمال، مادام كافر إذا بدا صلاة 50 سنة يبدا صلاة خاطر كان كافر. مي عندنا نقولوا ماكش كافر أنت مسلم. هنا الفرق صافي. ديما رانا برك غلطة، المنطلق كاين خلاف. الذي اعتقد أن الذي لا يصلي أو تارك الصلاة كافر معقول باش يقول ما يقضي الصلوات، خاطر ما لو كان يجي واحد درك من الامريكان كان كافر يقول لا اله الا الله محمد رسول الله عنده 70 سنه ما نقولولوش قضي لا جديد غير كي دخل نقول له بدا صلي من درك الفوق. ما يلزمش تقارن بين هذا وكما المسلم اللي ما يصليش. المسلم لازم يصلي وزرا مذياز استقبيلي في النتيجة نطق فقها استقبيلي المؤمنين يوانرو في الوقت كيدين الله ما تشكين عودة تصدروا ينسلم ورنتصلى السوق ما يعمر ذي فرو غس ما يزنس مغلا. صافي الصلاة عماد الدين. في حديث ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5، يبنى الإسلام 5 تركيزين. تركيز تمزوروث أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. تركيز تيسنة تصليت. الصلاة فرضت في رحلة المعراج يشرفت ربي سبحانه. جميع الفرائض فرضت فوق الأرض، الزكاة والصيام والحج فوق الأرض يفرض ربي العشور الزكاة رمضان الحج سفلان تموت، ولكن تظليت مسا غزال يفرضت ربي في رحلة المعراج. اسمي عرج النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الأقصى الجريح إلى السماوات العلى إلى سدرة المنتهى، ما بعد سدرة المنتهى إلى رب العزة جل جلاله، باش يبين فضل الصلاة وشأن الصلاة. ظليت لذلك فتحت هذا القوس باش نقول هذا هو الرأي. فبالتالي الآن جماهير العلماء يقولون بأن ذمة المسلم مشغولة بالصلاة كما هي مشغولة بالزكاة كما هي مشغولة بالصيام.
واحد اللي ما زكاش عنده 10 ملاير وما زكاش، هاو نهار اللي يتوب لازم يزكي. هي ذمته مشغولة. ربي قال في سورة البقرة الآية 110 أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال في سورة المعارج في الآيتين 24 25 والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. روح الآية 60 من سورة التوبة في كاسم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها 8 أصناف. أو يستناو يوم القيامة يطالبوك يقول لك ورا حقي كليتو في 1970 يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ممتاز. اللي يكون ذمته مشغولة بالصلاة يقضي الصلاة نتاعو وما يحرمش نفسه من النافلة، لأن هناك نوافل ذوات سبب. هاو دخل الجامع يصلي ركعتين وتحية المسجد هي سنذكرها بعد حين، هي من النوافل ولكن اسم نافلة ذات سبب. توضأ يصلي ركعتين، توضأ ل11 يصلي ركعتين، يصلي الضحى، يصلي الرواتب كما سنذكر بعد حين. الرواتب اللي عندها سميت الرواتب لما؟ لأنها متصلة متعلقة بالفرائض. قبل الظهر ركعتين 4، بعد الظهر ركعتين، قبل العصر، بعد المغرب، بعد العشاء إلى آخره. إذا كان واحد عنده فوائد كيما احنا نصليو، ممكن واحد ممكن يغفل نهار ما صلاش، كان في سفر الحاصل وكي جا لدارو يقضي الصلوات نتاعو كما وجبت. الصلاة السفرية تقضى سفرية. أنا إذا واحد كان في وهران لا في غرداية ولا في فؤاد السوف ولا حكموا الحال ما صلى لا الظهر لا العصر وصل تيزيوزو على 12 تاع الليل، كيفاش يقضي الظهر والعصر؟ ما يقضيهمش 4 يقضيهم زوج. شوف الرحمة. خاطر كي كان الظهر والعصر كان في السفر يقضي الظهر والعصر ركعتين كما وجبتا، خطر يأخذ بالقصر ويقصر. وطبعا الجمعة غادي يجمع راح يقضي. إذا الإنسان حتى الإنسان اللي يكون عنده ديون يعني ما يحرم نفسه من النوافل. ولكن النصيحة قل مثلا في التراويح في رمضان خاصة باش يبقى يصلي التراويح مع الإمام مع الجماعة الله يبارك، يروح الدور يصلي نافلة يقضي الصلوات نتاعو وبعدين ما يحرم نفسه من النوافل. يعني غاسي توالاس ولكن فوري حرم ما نسي النوافل. الآن نأتي البيت رقم 145. ندب نفل مطلقا، هكذا قال المصنف الناظم. ندب نفل مطلقا وأكدت تحية ضحى تراويح تلت. البيت رقم 145 من متن ابن عاشر رحمه الله. النفل قال ندب المندوب حكم الندب معناه يثاب فاعله ولا يأثم ولا يعاقب تاركه، وهذا هو المندوب. ماشي بالواجب، الواجب إذا قيت وخدم، الحرام ولا قيت وخدم إلى آخر ما تعلمون. ولكن ماذا المندوب وين يخدم النساء لاجر ورث نخدم على ورث على ذنوب. هذا نتيناد ندب نفل مطلقا، يعني ان صلاه النافله مندوبه ثلها سالاجر ضم قران مطلقا ديال الاوقات اللي ذي جزء النافله. طيب سنذكر بعضا منها. وبعدين قال وأكدت، بعد المصنف الناظم ركز على النوافل. ثورة مثلا أذكريون ثورة هذه يصل النوافل براحته، بعد العشاء هذه يصل 2 4 6 8 براحته،
هذه الظل 10 وزال 10 الصبح، هذه الظل شو يزمر عادي. تجوز النافلة في أوقات الحل، النافلة مندوبة على وجه الإطلاق مطلقا. ولكن الناظم قال وأكدت تحية ضحى تراويح تلت. ركز على 3. تحية يعني تحية المسجد، مادام خير الكلمة قال ودل. ضحى تظل تنطحى صلاة الضحى، أو التراويح تراويح تلت. المقصود صلاة التراويح وقت تكون صلاة التراويح في رمضان، ورمضان قريب يجي مرحبا به، نسأل الله أن يبلغنا رمضان. النوافل المؤكدة نحاول أيضا نذكر أهم المعلومات في هذا الباب. نبدأ تحية المسجد. تحية المسجد صلاة ركعتين عند الدخول إلى المسجد بنية المكوث أو بنية الجلوس لا بنية العبور. إذا واحد دخل من الهي باش يخرج منها ما يصليش، عنده شغل يروح يفوت، كاش ما يرفد، كاش ما يحط، كاش. إذا واحد عنده نية باش كما نشوفوا الإخوة الآن راهم يدخلوا عندهم نية الجلوس يستناو صلاة العشاء، يصلي ركعتين تحية المسجد. ابن عرفة رحمه الله وهو من فقهاء المالكية قال لكل مسجد تحية، وتحية المسجد الحرام الطواف. واللي يروح لمكة يلقى الغشي بزاف ما يقدرش يوصل للكعبة، 6 ركعتين عادي. إذا كان الأمر ميسور صلي دير الطواف، واختم الطواف نتاعك بركعتين خلف مقام إبراهيم. ولكن إذا كان تعذر ذلك لحرج، والحرج مرفوع شرعا، دير ركعتين تجزئان. طبعا حكمها هو الاستحباب والندب اتفاقا بين العلماء بين الأئمة الأربعة، لحديث أبي قتادة رضي الله عنه قال دخلت المسجد، هو يقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، بعدين إلى آخر يقول فجلست، قال جلست. وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام واش قالوا ما منعك أن تركع ركعتين؟ علاش ما تصليش ركعتين قبل أن تجلس؟ صلي ركعتين قبل أن تجلس. قال فقلت يا رسول الله رأيتك جالسا والناس جلوس غامرية. فقال النبي عليه الصلاة والسلام فإذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. حديث صحيح خرجه الإمام مسلم رقم الحديث 714، والإمام البخاري رقم الحديث 1163. موجود الحديث، نقولوه ونقرأوه ونشرحه عادي. وفي رواية أخرى الإمام البخاري قال إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. هذا الحديث خرجه الإمام البخاري، اللي بغى يشفع الرقم سهل 444 4 الحديث في البخاري تلقاه، الله يبارك ما شاء الله. ويندب أداء ركعتين قبل السلام على الناس في المسجد. وصلتكم الرسالة؟ نعم. احنا الإمام يصلي صلاة العشاء ويجي واحد يقول السلام عليكم وتتخلط كاع للناس، تتخلط. الإمام مازال ما سلمش، كي يسمعوا السلام عليكم تلقى بالك 10 15 سلموا. وهذه الحكاية حكيناها فيما سبق، كان من الشهود اللي كانوا شاهدين مدني. صليت بالناس في المسجد الشيخ رزقي الشرفاوي في الظهر، أنا ما زلت ما قلت السلام عليكم، سمعت خاوتنا يقول السلام عليكم والناس سلموا، اللي قربوا لي قرب ما سلموش. كي كملت الصلاة داروا لاشين عندي، قال الشيخ حنا سلمنا قبل ما تسلم. شكون اللي دار هذه المشكلة؟ هذوك اللي قالوا السلام عليكم. بيبري برك العقل لازم الفقه يكون عندنا فقه، ما نستخدموش العبادة نتاعنا باش نقلقوا الناس، ولا قال نستخدم العبادة فيها رحمة، فيها راحة، فيها سكينة، ونستخدم العبادة
باش نسلوغ ولاون الغاشيس نقلق. طبعا هذوك الناس تقلقوا، قلت كيفاش نعوض ما نعوضش وكذا العقل. وممكن فيه غضب، يقول لك على اخويا لماذا تخدم حاجه دي يمكن يثور القمار العسغيماني بالك ما يعرفش مين باس صوت الامام يجيو الناس باش يميز بين وان كان احيانا هو ماشي غير واحد اللي يسلم، بالك 10 بالك 15 يعني يجي روطار ويزيد جاروطار ويزيد يقلق الناس. مشكله، نروح بالعقل. اذن ويندب اداء ركعتين قبل السلام على الناس في المسجد. حكمتها علاش النبي عليه الصلاه والسلام قال لك تدخل الجامع صلي ركعتين؟ علاه؟ قال لك تعظيما لمساجد لبيوت الله. تعظيم، هذا بيت الله، بيت الله تعظيما، وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا. هذه الحكمه. اما شروط الاستحباب منها الشرط الاول ان يكون الداخل على طهاره. إذا كان دخل واحد ما عندوش الوضوء واش يدير؟ لازم يكون على طهارة يسعى الوضوء باش ما يحرجوش. ماشي يدخل وبعدين يقول مادام لازم نصلي ركعتين، ماشي لازم. شفتوا المسألة كيف؟ صافي يروح يدير كذا ويروح لا قال لك أن يكون الداخل على طهارة. ركب الوضوء، دخلت الجامع، الشرط الأول هذا هو. الشرط الثاني أن يكون الداخل في وقت حل النافلة. مرة أخرى نعود إلى الموضوع. معنى إذا كان دخلت أنت صليت العصر ودخلت على 5:30 على 6 ما تصلي، خاطر الوقت ماشي وقت ديال العصر والمغرب ولاش النافلة. هذا الشرط إذن شرط الاستحباب لحديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب. حديث حتى تغرب، حديث واضح. حديث أبي سعيد الخدري أيضا قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بعد الصبح، ولا تصلي بعد الصبح حتى ترتفع الشمس. الفقهاء قيد رمح يعني حوالي 4 ساعات ولا 20 دقيقة. ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. خلاص، اللي بغى يرجع البخاري رقم الحديث 586 في البخاري، وعند الإمام مسلم رقم الحديث 827. الشرط الثالث أن يكون الداخل قاصدا الجلوس أو المكوث في المسجد. معناه إلا قوين ديكش من الجامع يسعى النية باش هذه يقيم، ماشي ذا عدي كان ذا مسفريد ولي كان يخدم من الجامع يخدم وقال يقدشم يفغ يكشم صافي من يكشم راه قاد يزال لا خدام ورسالة النية هذه يقيم هذا خدام يزيز دي يسبانتون شويه يخدم صافي. وقي الشرط 3 إذا كان ما عندوش نية المكوث فلا صلاة فلا تحية المسجد. عن نافع أن ابن عمر كان يمر في المسجد ولا يصلي فيه. ابن عمر كبار الصحابة، ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يبغى يرجع إلى ابن أبي شيبة تلقى رقم الحديث 3429. الشرط الرابع ألا يكون الداخل في وقت إقامة الصلاة. لازم الدقة. إذا كان دخل وقت في وقت إقامة الصلاة ماشي وقيمة الصلاة تقول نصلي ركعتين أنا نطبق الحديث والحديث الآخر. حنا كي يكون عندك بزاف أحاديث بزاف نصوص لازم يكون عندك فقه، لازم يكون عندك فقه باش توزن. أما بيبري برك مشكلة. هذا كيما شغل الصغور. سمحوا لي واحد موالف يقاري في واحد بلاصة ولا يفوت في واحد بلاصة اباري لقى سون سانتيردي يقول لك انا نفوت، كنت نفوت درك نفوت.
كنت تفوت درك ما تفوتش، حبس يروحوا الكواغط ونورمال. هذه يسمحوا لي في مجال قانون المرور، فقه المرور. يلا نروحوا إذن نعود إلى البيت رقم 145. ندب نفل مطلقا وأكدت تحية المسجد، ضحى صلاة الضحى باختصار أقلها ركعتان وأكثرها 8 ركعات. من بعد قال تراويح 3. التراويح نفصل شوية خاطر قريب توصل صلاة التراويح. صافي من الحكمة أن نفصل بعض الشيء في صلاة التراويح لأنها قادمة إن شاء الله مع الشهر الفضيل، شهر رمضان المعظم. التراويح هي من الراحة في الحقيقة، هي من الراحة، وهذا في المدلول اللغوي للكلمة للمصطلح. النبي عليه الصلاة والسلام قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد إلى آخر. في أحاديث كثيرة يعني على صلاة التراويح، وبعدين كيف كانت تصلى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بعدين في عهد عمر بن الخطاب جمع الناس على إمام واحد إلى آخره. يعني كانت تفاصيل كثيرة سنسمعها إن شاء الله سويا يعني قبيل الشهر الفضيل. وقتها وقت صلاة التراويح من بعد صلاة العشاء، يعني بعد مغيب الشفق الأحمر فصلت التراويح تنصلى بعد مغيب الشفق الأحمر، يعني بعد من ظل العشاء نبدو أنزل التراويح من فوق ياك ونزل الوتر، والوتر لها تنوخر ما كانت حصام لحديث النبي عليه الصلاة والسلام اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. ولكن بصلاة التراويح نصليو مع الإمام، ماشي كي يجي الإمام يكمل التراويح ونقولوا الشيخ حنا نطبقوا الحديث صليها وحدك. شفتوا ممكن أحد الناس ممكن يديرها، ولكن باش نكونوا كامل بدعوى هذا الحديث لا كي نصليو مع الإمام الوتر أما كي نقومنا كاع الليل هو فضل آخر ينتظرنا، هو ما كاينش حاجة باطل. مع ربي ما تخافش، مع ربي ما تخافش، عنده ميزان. حنا نقولوا عنده ميزان الذهب، لا ربي سبحانه ميزان تاعو أدق، ميزان كامل عادل وهو أعدل العادلين. لكن الفلاني يسعى الميزان الذهب وكي جانا بيان سور ميزان الذهب في الميزان البطاطا وكيفان، ولكن ربي سبحانه داين النظام معناه لا ثابوريس روحو أثاه باش دايما الإسلام ما باش غير ربي. أنت في الحديث هاكي صافي سنض الشيخ مش ال11 نكملوا صلاة التراويح أنا خويا ما نصليوش ونديروا كاش 50 60 ما نصليوش، يبقى الإمام يصلي وحده وكي يسلم يلقى الغاشي كاع شنو هذا، وبعدين نقطعوا كاع الصفوف وهذا واقف وهذا ريح إلى آخره. طيب عدد الركعات من ضرب نعطي لكم الأقوال التي وردت. القول الأول وهو الجاري به العمل في بلاد المغرب، بلاد المغرب الإسلامي، تونس، المغرب، بريطانيا، الجزائر. شحال موالفين نصليو صلاة التراويح حنايا؟ كاع 48 ولاية مثلا كما الجزائر. 8 ركعات زائد الشفع ركعتين زائد الوتر، المجموعة شحال؟ 11. نخدموا بهذا ونبقاو بهذا، لازم نبقاو بهذا. علاه؟ باش نوحدوا هذه الأمة. ولكن واحد منكم كيروح يديروا عمره في رمضان هو بقاو يصليوا 20 يجوز على المدرسة. كي نقول مدرسة الفقه المالكي راه مدرسة كيما حنايا كاع واحد عندك ولادك يقراو في مدرسة، ما تقولش لوليدك شوف لي ماتيماتيك قرا في المدرسة هذه، من بعد خرج روح المدرسة أخرى قرا الأدب العربي، أبا روح تقرا اللغة الأمازيغية لهيه، أبا روح قرا الإنجليزية لهيه. شنو هذا؟ ما ينفعش. المذاهب الفقهية
مدارس تعلم عندها أبعاد تربوية. اختلافات التي حصلت بين المدارس مبررة بالنقل والعقل. الاختلافات القائمة بين السادة العلماء مبررة جوستيفي خلف الفقهاء. إلى كتاب كتاب رفع الملام كتب ابن تيمية الله يرحمه، اسمه رفع الملام عن الأئمة الأعلام. أصف ديننا يبدك الأسباب اختلاف العلماء بطريقة منهجية حصرية دقيقة وعميقة. 11 ركعة. حديث عائشة، حديث أمنا عائشة رضي الله عنها، واش قالت؟ ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. الحديث راه في البخاري، اللي بغى يرجع ليه رقم الحديث 1147، وعند الإمام مسلم أيضا هذا الحديث رقم 738. وكاين قول آخر يقول لك 13 ركعة. هذا وارد وين؟ عند الشيخ زروق، وهو من المالكية. قال لك 10 ركعات زائد 2 الشفع زائد واحدة صافي 13. ولكن الغالب دائما نمشيو بالغالب. وإذا رأينا غيرنا اعتمد وانتصر وتبنى رأي من الآراء الحرج مرفوع. كان تصوروا معنا مثلا هنا في تيزي وزو برك، هنا في المسجد اللي احنا فيه، هذا المسجد المبارك، نصلي 8، مسجد آخر يصلي 10، مسجد آخر يصلي 20. تيجي احنا نحتاجوا باش نزيدوا نروحوا بالعقل. هناك رأي آخر يقول لك 23 ركعة كما راه موجود الآن في الحرمين الشريفين. وهذا الرأي أخذ به الإمام أبو حنيفة، وأخذ به الإمام الشافعي، وأخذ به الإمام أحمد. يعني يصلي 20 ركعة وبعدين شفع ولو 22 زائد الوتر له 23. وكان رأي آخر يقول لك 39. وكان رأي آخر يقول لك توسعة بلا حدود. ولكن الفقهاء المحققون قالوا إذا كنت وحدك في البيت صلي ما شئت، صلي 60 70 عادي. تكون في الجامع لا. وخاصة في المالكية هناك تركيز على على الإمام الراتب باش نحافظوا على الجماعة. يعني هناك أحكام مالكية شرعية كثيرة من مقاصدها المحافظة على الجماعة. قلت لكم واحد النهار وأؤكد، اللي ما صلاش المغرب فرضا، جينا احنا في 20 ما لحقناش المغرب مع الإمام، ما نديروش جماعة لهيه نصليو جماعة، يخيرنا في 20. وأحيانا الذين صلوا مع الإمام أقل من الذين جاءوا متأخرين. بلك الإمام صلى، خاصة هذا موجود في بعض المساجد، صلى مع 6 هو رقم 7، وحنا نجيو في 15 لقينا غير كيسلم الشيخ. ممكن نشوفوا الإمام صلى مع 6 حنا رانا في 15، يلا أروح صلي بنا إماما. لا، هناك إمام راتب كل واحد منا يصليها وحده. ما نسادغ الجماعة ذي 15 ذي 20 نفاد الشيخ يفوق تصلي في الجماعة ونخدم على تجماعي وحدنا أنزال باش ناوي 27 درجة. خاطر هذا هو اللي ماشي في هذه، يقول لك تحرمين 27 درجة، ما نحرمكش. أو كاين خير واحد آخر تديه النهار اللي تطبق هذا الفقه. وهناك من غير المالكية من انتصر لهذا الرأي لقوة حجته ولنبل مقاصده. مقاصد، يقول لك المقاصد باش نحافظوا على الإمام، وإلا ممكن بعدين تولي ذريعة وسدا أيضا للذريعة.
وطبعا سد الذرائع هو أصل من أصول السادة المالكية. إذا الرأي الخامس قال توسعة بلا حدود، ولكن وقي ماشي كيما اليوم. ممكن مثلا صاحبي الإمام يقول لك اليوم راني اون فورم، واش راكم نصليو 40 ركعة؟ لا، اللي بغى يصلي 40 ركعة يصليها في الدار، يصليها في الدار قبل الفجر ينوض بساعتين يصلي براحته. درك تحية ضحى تراويح عندها مندوبات كثيرة، منها أنها تؤدى زوج صلاة الليل مثنى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي خرجه الأئمة منهم الإمام البخاري والإمام مسلم. المندوب الثاني صلاة الشفع والوتر مع الإمام. فهمتم؟ مع الإمام نزلوا صلاة التراويح يندبوا باش نكملوا معاه كما فعل الصحابة والتابعون. هكذا كانوا يفعلون. إذن هكذا كانوا يفعلون. المندوب الثالث تأخير الوتر إلى آخر التراويح. كي نكمل صلاة التراويح كملناها مع الإمام هذيك هي وقتها. المندوب الرابع اجتماع المسلمين على إمام واحد. هذا مندوب. اللي عنده أعذار يصلي في الدار، ولو زميرات يصلي الجماعة يصلي بالخام، اللي يصلي كذا مولاني يصلي والراويس. فيس 5 ختم القرآن. حنا بكري كاش واحد ما يختمش القرآن بكري سنة 70 71 بعد الاستقلال كاع يختم القرآن. وظرك يقول لك لا عيينا وديقوتينا وتعبنا وظروف كذا، خلينا نصلي برك ببعض الآيات. ماشي ليس واجبا أن نختم القرآن. يا ولدي هذا مندوب، ما قلناش واجب، هذا مندوب. خلينا نمشيو بهذه أفضل فرصة باش نسمعوا القرآن يتلى في رمضان على الأقل. وكان ربما في العام جامي قال القرآن كومبلي، لم يختم القرآن، ما ختمش القرآن، على الأقل ذاك النهار يختموا الصلاة. لذلك العلماء قال لك ومن لم يفعل كذلك قال لك فهو خلاف الأولى. شوف الأدب هو فقه، ولكن في وقت نفسه هو أدب، فهو خلاف الأولى. النبي صلى الله عليه وسلم وبعد قال لك تحية. معليش نذكروا بعض الأحاديث. نرجع للبيت رقم 146. قال لك وقبل وتر مثل ظهر عصر وبعد مغرب وبعد ظهر. شوف سبحان الله، الشق الأول من البيت اختمها بالعصر، الشق الثاني اختمها بالظهر وبترتيب دقيق سوف نرى. وقبل وتر مع صلاة الوتر لازم نصلي صلاة الوتر. وصلاة الوتر كما تعلمون هي سنة مؤكدة دلت عليها النصوص الكثيرة منها. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه يا أهل القرآن. شوف يعني كيف خطب النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا أهل القرآن أي مولان القرآن، يا أهل القرآن أوتروا إن قد ظلت صلاة الوتر فإن الله وتر يحب الوتر. والصيغة أخرى الحديث بطريقة عجيبة. واش قال؟ إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن. رواية بدأت يا أهل القرآن والرواية ختمت يا أهل القرآن. شوف هذا الإبداع. والنبي عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم. والوتر قد يكون ركعة واحدة تجزي، أو 3 ركعات أو 5 ركعات أو 7 ركعات أو أكثر، المهم يكون الوتر يعني 6 ركعتين وبعدين تختمها بصلاة الوتر واحدة. وبعدين الناظم بعد ما تكلم على الوتر قال مثل ظهر عصري معنى، وبعدين وبعد مغرب وبعد ظهر. معنى راه يحكي لنا على واش؟ على الرواتب. الآن راه يحكي على الرواتب.
الرواتب جمع راتبة، مدينة الرواتب هي النوافل. يقول لك هي لماذا سميت بالرواتب تمييزا لها عن غيرها من النوافل؟ هي نوافل تابعة للفرائض، لذلك تميزت بهذا الاسم. هي نوافل ولكن تابعة للفرائض. ما زادك 6 ركعات قبل طهور، 4 ركعات قبل طهور، 6 بعد الظهر، 6 قبل العصر، 6 بعد المغرب، 6 بعد العشاء. في قال يسمي سنت ذا 6 قبل فجر الصبح. في قال يسمي سنت الرواتب. النبي حكمها هي الاستحباب، حكمها الاستحباب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني للسنة القولية والسنة الفعلية للمصطفى صلى الله عليه وسلم، وقد حث المصطفى عليه الصلاة والسلام على أدائها في أحاديث كثيرة، منها عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين. وقت الرواية كان يصلي قبل الظهر ركعتين، وبعدها يعني بعد الظهر ركعتين، قبل الظهر 6 ركعات، بعد الظهر 6 ركعات، وبعد المغرب ركعتين، 6 ركعات بعد المغرب. وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف، وبعدين فيصلي ركعتين. تلاحظوا بين قوسين بعض الناس تسأل يقول لك بعد الجمعة نصلي ركعتين. لا، خلي حتى يروح الناس. وبعض الناس أحيانا الجمعة، شوف الأدب في الإسلام. وكذلك كان يفعل ابن عمر حينما سئل قال هكذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. تصوروا معي يوم الجمعة الجمع معمر يا أخي، أي كملنا صلاة وتلقى هذه الصلاة ركعتين، هذا ركعتين، يعمروا لنا كاع الجمعة. خلينا نخرجوا، خلينا نروحوا لشغلنا. فسوف انتشر في الأرض وابتغوا من فضل الله. بغيت تصلي خلي اصبر كيما كان يدير سيدنا صلى الله عليه وسلم وابن عمر وغيره من الصحابة. كي ينصرف الناس صلي براحتك. الرواتب فضلها. أذكر بعض الأحاديث، منها حديث أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى 12 ركعة، وين راه يظل 12 ركعة في يوم وليلة. تلقى ماشي المفروضات، تلقى طهور الصباح، طهور العصر، المغرب، العشاء، تلقى المكتوبات. الفرائض غادي يهضر داك النبي عليه الصلاة والسلام في الرواتب، النوافل كاع الرواتب. وين يظل 12 ركعة أكيد النبي صلى الله عليه وسلم يريض كدواس بني له بهن بيت في الجنة. القدرة ربي أن أخم ذي الجنة يتراشوث بلا ما يخدم لا ديموند، بلا ما يفكر لا بروميير طرونش، بلا كثي مشاهني الظلام ديال الدونيث. يا أخي أتصرف البروميير طاج ضفت الملك 6 ايطاج، فهمها طاس المشاكل يساعد الدونيث ذينا الحمد لله يا ربي ولاش المشاكل هيك. حديث صحيح أخرجه الإمام مسلم رقم الحديث 728، الإمام النسائي رقم الحديث 1796، والإمام ابن ماجه رقم الحديث 1141. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث لم يبين لنا وراه 12 ركعة، هذا نيك 12 ركعة. يأتي الحديث الآخر فيبين. هذه رواية الإمام الترمذي، هذه الرواية تبين ذلك الحديث. تدي في قل تفاصيل. من صلى في يوم وليلة، أكيد النبي عليه الصلاة والسلام، من صلى في يوم وليلة 12 ركعة بني له بيت في الجنة. أم بعد شو ثنت 12 ركعة يجي إند 4 قبل الظهر، 4 قبل الظهر. فكذا الرواية من رواية الحديث، لا رواية ديالنا 6 ركعات، 4 قبل الظهر. أم بعد وركعتين بعدها، 6 ركعات بعد الظهر، صافي 6. وركعتين بعد المغرب
صافي شحال تغال؟ 8. وركعتين بعد العشاء صافي 10. وركعتين قبل صلاة الفجر يعني قبل صلاة الصبح صافي شي غادي يوصل 12. الحمد لله. قال وركعتين قبل صلاة الفجر صلاة الغداة باش يبين بلي تاقي صلاة الصبح يعني صلاة الفريضة. رواية الإمام الترمذي رقم الحديث 415. وفي رواية أخرى للإمام النسائي النبي عليه الصلاة والسلام وركعتين قبل العصر بدلا من ركعتين بعد العشاء. وهذه الرواية راهي موجودة عند الإمام مسلم عند الإمام النسائي رقم الحديث 1801 عند الإمام الحاكم رقم الحديث 1173 عند ابن حبان رقم الحديث 2452. سبحان الله. تبعوا معايا صافي رواية الإمام النسائي ما كسلام ركعتين قبل العصر بدلا من ركعتين بعد العشاء. أعتقد والله أعلم بالصواب باش تستجيب هذه الروايات لظروفنا نحن ظروفنا. أحيانا واحد منا يساعده باش يصلي قبل العصر أحيانا ما يساعده ما لحقش فاتوا نتاع العصر ما تفوتوش نتاع العشاء. شفتوا الخير أنا عاميه إذا راح لك الخير هذا قبل العصر ما يروح لكش بعد العشاء. نسأل الله القبول. وجاء بيانها أيضا في حديث آخر لأمنا عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثابر يعني واظب طبعا هذه مندوبات من ثابر على 12 ركعة من السنة بنى الله له بيتا في الجنة. يتسوغل بيت في الجنة كل الروايات تظن في بيت في الجنة وما تصوروش بيت معناه في طروة في الباطمة لا وين ما تلقاش وين تقاري وين ما تلقاش تعرفوا كاع المشاكل تاعنا لا حاجة أخرى. ربي سبحانه قال في الحديث القدسي الجليل فيما قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه في الحديث القدسي الجليل عن أبي هريرة لقد أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت عين ثلاثت ولا أذن سمعت عين رسلهم الزوق ولا خطر على قلب بشر. يود نسارة ذي الخطر بمذان ذي الحسابيس. لاحظتم إذن سادتي رواية الإمام النسائي كيفاش اختلفت وأكملت الروايات السابقة قالت ركعتين قبل العصر بدلا من ركعتين بعد العشاء كما قلنا ونؤكد باش الخير لا يفوت إن شاء الله تعالى. إن كان حريصا مواظبا أو مثابرا كما ورد في الحديث إن شاء الله ما يروحلوش الخير ما دركش ركعتين قبل العصر ما يروحلوش بعد العشاء في كل خير. إلا ما قدرش 12 يصلي ما تيسر. جاء بيان ذلك أيضا في حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثابر على 12 ركعة من السنة بنى الله له بيتا في الجنة 4 ركعات قبل الظهر هذا وركعتين بعدها بعد الظهر صفوان 6 صح وركعتين بعد المغرب صفوان 8 وركعتين بعد العشاء صفوان 10 وركعتين قبل الفجر يعني وغلت 12. والحديث أيضا خرجه الإمام الترمذي رقم 414 والإمام النسائي رقم 1794 وغيره. الآن سادتي هذا ما أشار إليه الناظم ابن عاشر رحمه الله في البيت رقم 146 وقبل وتر أو وتر مثل ظهر
عصر وبعد مغرب وبعد ظهر. المقصود بهذا البيت رقم 146 الرواتب. والله ولي التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.